لابتوب للدراسه والشغل والالعاب وكمان يكون رخيص؟ بص، هي طريقه واحده بس، غير انك تكون حرام. فيديو النهارده انا عامله بس عشان ناس كتير طلبته مني. طلبت اللابتوب ده على امل ان انا الاقي فيه كل حاجه انتوا عايزينها. بسم الله. لابتوب رخيص وينفع لكل حاجه تقريبا. اقل حاجه تجيبها اي 5 جيل 12 جيل 13، ما تجيبش اقل من كده. العاب وبرامج 3 دي يعني كارت شاشه، عشان كده كارت 2050 يفي بالغرض جدا. بسم الله. رحب معايا باقوى امكانيات ممكن تشوفها بالسعر ده. هتلاقي مانوالز بقى جوه والكلام ده بلا هدف. يلا بينا نشوف اللابتوب. انا طلبت اللابتوب ده لاكتر من سبب الصراحه. يلا نفتح سوا الزرار. ده لابتوب ببروسيسور انتل كور اي 5 جيل 13. ده فيه جي بي يو ار تي اكس 2050. مش كده وبس، ده كمان فيه ام دوت 2 نص تيرا بايت. تعرف بقى انا زودت له كمان اس اس دي 1 تيرا بايت عشان الشغل ما يستحملش 8 رام، خليتهم 16. طبعا كل المداخل موجوده فيه وشاشه 144 هرتز، كل حاجه. الكيبورد كمان عربي انجليزي عشان عارف ان في ناس بتشتكي من الموضوع ده. طب انا ليه بحكي لك كل ده؟ عشان اقول لك ان اللابتوب ده لقيته بصعوبه جدا، لان كل اللابتوبات الفئه دي بروسيسور بس من غير كارت شاشه، غاليه جدا بطريقه غير مبرره، وحاجات تانية كتير الصراحه. لحد ما افتكرت حاجه كده، محمد في مكان اسمه عرب بيزنس. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ كنت عايز لابتوب لو سمحت في رينج ال 30. انا مش طاهر طبعا، بس طاهر ولا اي؟ لا اي ما تقلقش. بعدها بعتوا لي اللابتوب اللي انتوا شفتوه ده. عندهم كل البراندات بكل الاسعار، وكمان بيشحنوا لكل مكان. اسعارهم تستحق ان انت تبص عليها حرفيا، عشان كده انا عملت لك الفيديو ده. عايز تعرف تفاصيل اكتر؟ هسيب لك اللينك في البايو، ما تقلقش.